السلام عليكم أزول في الله ومرحبا بكم ناس جازكا في هذا ربما مهم جدا لأنه صح بعيدا عن شبيبة القبائل، ولكن قال لك راهي فيه أخبار راح تمس أندية من الرابطة المحترفة. وهنا المهم أنه إيداع 3 مسؤولين سابقين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحبس المؤقت. دوك نحكيو شكون هما. وأيضا قال جلسة قال لك راهي تمس أيضا زد شيوة أيضا شرف الدين عمارة، جلسة لتحقيق مع مسؤولي الفاف ستستمر غدا. دوك نحكيو على الموضوع هذا، موضوع مهم جدا، وقال لك راهم حاطين كلش حساباتهم حسابات في ربما المحاسبة للفساد والفساد المال العام. لايك الفيديو، عبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. هاي هنا هام إيداع 3 مسؤولين سابقين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحبس المؤقت، وضع مسؤولين 2 سابقين في الفاف تحت الرقابة القضائية. المسؤولون السابقون للفاف مثلوا التحقيق أمام القطب الاقتصادي في سيدي محمد بتهمة الفساد، إيداع الأمين العام الأسبق للفاف محمد سعد الحبس المؤقت، إيداع الأمين العام الأسبق للفاف منير دبيشي الحبس المؤقت، وإيداع مدير الإدارة العامة السابق للفاف عبد الغالي نقاش الحبس المؤقت، وضع عبد الله قداح عضو المكتب الفيدرالي السابق ورئيس رابطة سكيكدا تحت الرقابة القضائية، وضع العربي أومامار عضو المكتب الفيدرالي السابق تحت الرقابة القضائية. وجلسة التحقيق مع مسؤولي الفاف السابقين تمت اليوم، وشملت الأمناء العامين السابقين ومسؤولين إداريين. جلسة التحقيق مع مسؤولي الفاف ستستمر غدا، وتشمل رؤساء الفاف السابقين خير الدين زطي، عمارة شرف الدين، وجهيد زفيزف. العدالة ستفتح ملف فساد آخر يتعلق بالفاف يوم 9 نوفمبر القادم، يعني معناها أنها فتحت ملف فساد ربما للتحقيق مع مسؤولين، يعني صراحة يعتبروا مسؤولين ركزاء في الفاف سابقا، والآن راهم فتحوا ملف فساد لهذا الفاف اللي ربما راهم بداو الحبس المؤقت مع بعض الأمناء العام، وأيضا راح تشمل العملية أما بعض الشخصيات وبعض المسؤولين في هذا القطاع. لذلك ربما راح يكون هناك جديد في الفترات هذه حسب زير تيوبا. يعني المعلومات هذه ما جبتهاش من عندي، اللي عنده قناة هذه على اليوتيوب يقدر يتفرج ويتأكد من المعلومة فقط بعيدا عن الشبيبة. لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. جاسكا اكسياليتي بحاجة إلى دعمكم. يلا مع فيديو جديد وفي الجياسكا دائما وأبدا. سلام.